دكاترتنا صباح الفل. مشكلة جديدة وهي تعتبر عرض جديد، مش مشكلة الحقيقة، لمشكلة قديمة. ايه اللي حصل في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية؟ حقيقة من 3 سنين على القناة دي وعلى الصفحة دي اتكلمت عن مغبة استبعاد صيادلة الإدارة المركزية من هيئة الدواء المصرية. ايه اللي حصل اختصارا؟ طبعا اللي متابعني هيبقى عارف القصة كلها، لكن للي ما يعرفش، هيئة الدواء المصرية لما اتعملت المفروض كانت تضم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية باعتبارها أكبر جهة رقابية وتشريعية وتنفيذية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية. طبعا ده ما حصلش، واستمرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية داخل وزارة الصحة كضيف عزيز. الناس استضافونا 3 سنين مكان بالاختصاصات، لأن اختصاصاته انتقلت إلى هيئة الدواء. فالناس مشكورين استضافونا 3 سنين وقالوا لنا خلاص انتوا مكان ملوش اختصاص بالنسبة لنا، فاحنا هنقفل الإدارة المركزية وهنلغيها. نشطاء الصيادلة سخنوا قوي على السوشيال ميديا، والصيادلة الأحرار اللي عندهم صيدليات والصيادلة الحكوميين، ازاي نلغي الصيدلة؟ وازاي يا جماعة مهنة الصيدلة مهنة سامية ومهنة جميلة ومهنة مهمة؟ هو يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم من اللي حصل من 3 سنين؟ هو ده مجرد عرض للي حصل من 3 سنين وطالبنا بتعديله، اللي هو استبعاد صيادلة الإدارة المركزية من هيئة الدواء المصرية. يعني هو طبيعي جدا مكان اختصاصه راح لهيئة الدواء كان يروح بكامل هيئته بمنتهى الهدوء، زي ما بيحصل في الدول المحترمة، يروح للمكان الجديد اللي هو هيئة الدواء المصرية بكل اختصاصاته. لكن للأسف لأهواء شخصية، طبعا احنا اتكلمنا عنها كتير، ولعدم رغبة صناع القرار داخل الهيئة ان هم ياخدوا المكان ده عشان ما بيحبوش الصيادلة اللي فيه، ففضل في وزارة الصحة. دلوقتي بقى انتوا جايين بتتكلموا ليه؟ ما هو ده طبيعي جدا يحصل لما ينتقل صيادلة التفتيش اللي هو أساس أو الذراع الضاربة للرقابة الدوائية في أي دولة، والتدريب والتكليف والكلينيكال فارماسي أو الصيدلة الكلينيكية، كل ده ينتقل لوزارة الصحة. يعمل إيه؟ معلش، هو مكان الصيدلة فين يا جماعة؟ مش مكان الصيدلة في هيئة الدواء المصرية. طبعا لما كنت في اليابان ودرست الرقابة الدوائية هناك، هم عندهم برضو هيئة ووزارة، فإحنا مش هنخترع العجلة. المفروض الناس اللي بتناقش القانون، قانون إنشاء الهيئة أو قانون اختصاصات الهيئة أو الاختصاصات داخل القانون، كانوا يعرفوا إن وجود هيئة ووزارة لازم كل واحد فيهم يكون محدد الاختصاصات. يعني في اليابان مثلا عندهم هيئة اتعملت سنة 2006 اللي هي البي ام دي اي. الهيئة دي لما اتعملت ادوها اختصاصات رقابية اللي هي التراخيص والتفتيش والإفراج. يعني أي دواء أو مستلزم طبي داخل من خارج مصر بيفرج عنه وزارة الصحة MHLW، وأي صيدلية بتترخص أو مصنع دواء بيترخصوا وزارة الصحة. أي منشأة صيدلانية بيتم التفتيش عليها من وزارة الصحة. ده الوضع الطبيعي. هيئة الدواء اليابانية بتعمل ايه؟ او البي ام دي اي بتعمل ايه؟ بتسجل الادوية، بتعمل بتطلع اختيارات تسجيل، بتعمل الانواع الاخرى من الرقابة الدوائية، بتدير عملية التسجيل. وهي دي الاساس، سواء في البي ام دي اي او في الاف دي اي او في الاستراليان او في اليوروبيان، كلهم بيعملوا الحكايه دي. وانا سالت على فكره ساعتها اليابانيين عشان عارف ان ده هيحصل، وقلت لهم ايه الفرق بين اختصاص وزاره الصحه والام اتش ال دبليو. لكن ان انا ابقى في دوله وزاره الصحه ما تعرفش فيها حاجه عن الدواء اللي في السوق، طب ازاي هتبقى مسؤوله عن الصحه العامه للمواطنين؟ طبيعي جدا ان احنا لو هنمشي على نموذج اليابان، واحنا شبه اليابان على فكره في حاجات كتيره جدا، زي عدد السكان وعدد الصيدليات وعدد الصيادله وعام إنشاء القانون. على فكرة القانون بتاعهم اتعمل سنة 60 بعدنا ب5 سنين، فهم شبهنا جدا. عندهم 40 دايركتوريت أو 40 بريفكتشر بيسموها، اللي هي المديريات يعني.
فانت اوريدي عندك انفراستراكشر، عندك بنية اساسية للتفتيش موجودة في المديريات. كان الطبيعي ان التفتيش والتراخيص والافراج يروحوا لوزارة الصحة، بما انهم ما راحوش لكن سابوا الصيادلة هناك. سابوهم يعملوا ايه معرفش. فاحنا بنشكر وزارة الصحة على الاستضافة الكريمة لينا الثلاث سنين اللي فاتوا، وبنطالب صناع القرار ان صيادلة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية يرجعوا مكانهم داخل هيئة الدواء المصرية. معلش طولت عليكم، بس كان لازم اشرح لكم التفاصيل. ويا ريت لو حد عنده كومنتس يكتبها لي تحت الفيديو. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. دكتور محمد فاضل، السلام عليكم.